مساء الفل عليكم يا احسن روحوا عمي يا ماموسة، يا احسن ناس في الدنيا، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب كده متجمعين على خير، لا فاقدين ولا مفقودين. ربنا يتقبل منكم صيامكم واعمالكم، وعيدكم مبارك، وكل سنة وانتم طيبين للمرة التانية. الناس اللي كانت خايفة من الغلا، سبحان الله رمضان عدى احسن من الايام اللي كانت فيها كل حاجة رخيصة. تاكلوا ترمس، ما شاء الله العظيم، عدى بخير وعدى ببركته وعدى بكل شيء حلو، وما حسناش بأيامه. يعني بتهيالي أسرع شهر رمضان جه في التاريخ من يوم ما ربنا خلق. طبعا المطبخ انتوا شايفينه عامل ازاي النهارده، تالت يوم العيد، اللي هو يوم ايه، حد، تمام، لحد بالليل. كنت عامله باميه ومعمر ولحمه وكده، وبالليل ودخلنا بعد ما اتغدينا. مثلا نامت، فانا قمت نايمه ايه، قلت بالليل مش هخربط بقى، قعدت جنبها اقرا قران وكده، مش هخربط الا لما تصحى. بعدين بابا راح البحر، قلت اغسل المواعين وانضف المطبخ واصوره معاكم. فل كده فل كده، يوصل لحد هنا، يصلي على النبي ووحد الله ويحط اللايك بتاعه الجميل، عشان احبكم يا حلوين ويا شاطرين. واحده بتسالني بتقول لي انت لابسه الخاتم الفضه، الخاتم اللي في ايدك ده نوعه ايه، ولابساه حرز باين، يعني حاجه اللي هو من الحسد وكده، اول هم. ده خاتم فضه، له سلسله وله حلق وكده، بس انا بحبهم جدا عشان ابو الرماس كان جايبهم لي هديه في عيد حب من زمان يعني. تمام يا حلوه يا شاطره يا اموره. فانا لابساه حلو فضه، انا بحب الفضه يعني. ماشي، وما تشغليش بالك. هتقولي هي ما قالتش حاجه غلط يا ماموسه، اقول لكم لا، التعليق كبير قوي من ضمنه الخاتم ده، بس انا حبيت ارد على الحاجه اللي مش ملفته للنظر، اللي هي مش بفلوس كتير، الخاتم الفضه. تمام كده، والتعليق موجود على التعليقات اللي موجوده على القناه، اللي عايز يروح يقراه يروح يقراه. صلوا على النبي بقى ووحدوا الله. ورمضان عدى بخيره، والعيد جه وعدى بخيره، ويا رب كده بقى تبقى سنة سعيدة عليكم، وننتبه للي جاي من دروس ومدارس وامتحانات، وربنا كريم على الجميع ينجحهم وما يضيع تعب حد. بصراحة العيال مطحونة في الدروس لأن أنا بستغرب في مصر ليه ما بيحضروش كتير في المدرسة. تمام كده، تمام كده، بيعتمدوا على الدروس. طب في ناس مش قادرة ان هي تدي جميع المواد، هتعمل ايه؟ يا ريت والله يعني الناس تقف كده وقفة واحدة، ويعملوا شكوى ان المدارس تشتغل من الساعة 8 الصبح، ولا من الساعة 7 الصبح لحد الساعة 1 الظهر. المدرسين تحضر، وعايزين يدوا دروس يدوا من بعد الساعة 1، عشان اللي مش قادر ان عياله ياخدوا جميع المواد يبقى فيه مواد في المدرسة. انا شايفة ان مفيش حد بيروح المدارس، واللي بيروح شهر وبعد، او بيروح يوم وعشرة لأ. الغياب عادي، مرفوع مش مرفوع عادي. الدروس في ميعاد المدرسة. طب ما هو مادام الدروس في ميعاد المدرسة، العيال هتروح الدروس ولا هتروح المدرسة؟ دي حاجة. تاني حاجة، بيبدأوا يحجزوا للمدارس من اول الصيف، من اول ما العيال بتاخد الاجازة، يبدأوا قصدي يحجزوا للدروس. يعني هيجيبوا فلوس منين صيف وشتاء للمدارس والتعليم؟ ما تكرهوش الناس في التعليم بقى، الله يرضى عليكم. هنا كنت غسلت المواعين وغسلت الحوض، ده نعناع انا كنت حاطاه في البراد في ميه، فضل لحد ما نشف وهو اخضر كده. عبيته بقى في علبه بتاعه البهارات، وقلت لما اجي اطحن البهارات بتاعه المحشي، ابقى ايه احطها عليه وينفرموا كلهم مع بعض. انا بعمل خلطه كده بشطه وحاجات زي كده للمحشي لوحدها، اخد منها معلقه. تمام يا حلوين. هنا الميكرويف كان وراه ما شلتوش بقالي يجي شهرين 3. على فكرة ده مش الرخام، الرخام لونه رصاصي، بس كان من عند الزردة اللي في الحيطة دي بيسرب مية بسيطة. جبتله الاستيكر ده والاستيكر ده، الناس اللي ما بتقولش عيوبه تبقى غلطانة. الاستيكر ده فيه عيوب كتير جدا، له عيوب كتير جدا، عشان نبقى واقعيين وحلوين. بس انا لما انا محتاجاه انا مانيش هجيبه. عيوبه بقى انتوا دوروا عليها من الناس اللي بتطلع العيوب والمميزات للاشياء اللي بتشتروها، وبتمشوا ورا المهرجانات بتاعه اليوتيوب اللي خرب الدنيا. يعني يوم او قبل رمضان بيومين زينة رمضان تملي البرد شخاليل ومخاليل، على رأي رماس بنتي. قبل الوقفة بيوم تشيلي زينة رمضان وتحطي مش عارف ايه.
ما كل الحاجات دي بتجيبوها حرام، وهتجيبوا لها مكان منين عشان تشيلوها فيه؟ ولازما كل سنة هذه الحاجات حرام. وبرضه انتوا حرين، كل واحد حر في بيته، وما فيش اكتر من حبل النور اللي بيجي يتحط قدام باب الشقة او في البلكونة، ودامت دياركم عامرة بالافراح. اه والله. المهم، في بقى ست ام جنى طلعت تقول انا بحط نفسي في مكان اليوتيوبرات زمايلي، انا بس علشان قنوات النقد اللي حرام عليها اللي فيها اللي عليها. هم ما فيش واحدة بتكذب وتقول ان هي اتطلقت وهي ما اتطلقتش. لا، في كتير كذبوا، كم واحدة وبيرجعوا، ومنهم ناس بيبقوا واخدينها وسيلة كل كام يوم كده، يلاقوا المشاهدات هبط عندهم شوية، يتطلقوا وهم اصلا مع بعض كويسين، وبعدين يرجعوا لبعض برضو وهم اصلا ما كانوش متطلقين. فاللي عايز يفتي ما يفتيش، لان بتبان قوي المتطلقة بتتطلق. كم واحدة متطلقين وهم متطلقين دلوقتي، وكم واحدة كذبوا وبان قوي الكذب قوي 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 ان هم بيكذبوا لما رجعوا لبعض. تمام يا حاجة؟ تمام. فمحدش يكذب، يعني حرام. هتقولوا اتطلقتوا يبقى ربنا يكرمكم وتطلقوا، عشان محدش يكذب في حاجة زي كده. يعني خلاص المشاهدات وقفت على انك تطلقي وتخرب بيتك. ما علينا، ما بحبش اتكلم على حد ولا بحب انم في حق حد، بس انا دي نمية علني يعني، سمعتها في فيديو اول امبارح، وكمان في رمضان، يعني مش في ايام عادية، ده في رمضان، وهي طالعة تدافع على اليوتيوبرات اللي بيتطلقوا، واحنا والناس اللي هم بينتقدوهم بتقول عليهم كذابين. لا، هم مش كذابين، هم كل واحد بيته فيه مشاكله، وكل واحد عنده اللي مكفيه، وكل وما بيكذبوش. انتوا اللي كذابين يا قنوات النقد. المهم، انا كنت خلاص غسلت الميكرويف وغسلت الحوض وظبطت الدنيا. المكنسه كانت شكلها استغفرك ربي واتوب اليك، قلت اغسلها هي كمان عشان ايه؟ يبقى المطبخ مره واحده ما يبقاش ورايا حاجه. وبقى عملت نظافه العيد ورمضان، وضربت عصفورين بحجر بعد العيد ب3 ايام. ما بحبش المهرجانات، البيت نضيف على طول. كل يوم بتنضفه، وكل يوم بتغيري للسراير، قصدي كل يومين 3 بتغيري للسراير، وكل يوم بتشيل السجاد، وكل يوم بتسحبي المكنسه الارض بالمكنسه، وبتغسلي تلاجتك كل فتره، وبتغسلي ديب فريزلك كل فتره. لازمتي ايه مهرجان؟ انا رايحه اعمل نظافه العيد، وانا رايحه اعمل نظافه الشتاء والصيف، ولا اللي بتسيب جوزها لما يطلع عينه علشان تعمل نظافه العيد. ما علينا، ما بحبش انم في حق حد. هنا كنت خلصت، والمطبخ فل شمعة منوره. حط اللايك بتاعك ووحيد الله وصلى على النبي. وهنا كنت خلاص خلصت خالص، وبقينا حوالي الساعه 11 بالليل. ولعت البخور بقى في الشقه كده، واسيبكم تتفرجوا على الفيديو في رعايه الله وامنه.